النادي الاهلي بياخد بالطار من فريق سموحه ويكسبه بالثلاثه علشان يقوله مفيش حد احسن من حد عم سموحه، واللي حصل الدور الاول ده عمره ما هيتكرر تاني. بالفوز ده بيستمر القطار الاهلاوي بحصد نقاط المباريات كلها دون الالتفات لاي حد علشان يرتفع رصيده ل 56 نقطه مع استمرار فارق ال 11 نقطه عن المركز الثاني. مارتن يول يبدأ اللقاء بشريف إكرامي في حراسة المرمى، الجوكر أحمد فتحي باك يمين، صبري رحيل باك شمال، في النص ما بينهم حجازي وربيعة، ديفندرات الكابيتان حسام غالي والمسمار حسام عاشور، قدامهم ثلاثة في النص مستر أسيست، على يمين وليد سليمان وعلى شماله مؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد أنا الأسد أهو بين قوسين مليك إيفونا. لعيبتنا نزلت الماتش كأنها نازلة تعمل شوبينج، مش واخدين الفريق اللي قدامهم جد، فكان شكلهم في بداية الشوط الأول لا يسر عدو ولا يسر حبيب، لغاية ما اتلسعنا الجون الأول من سموحة في بداية الشوط الأول، فتقريبا خافوا من مأساة الدور الأول تتكرر، فراحوا بدأوا اهو يجروا شوية وقلبنا الماتش ناحيتنا بتعادل وبعدين فوزنا في الشوط الثاني. وبصراحة هو ده اللي كان يهمني ويهم كل أهلاوي حاليا، الفوز فقط لا غير، الفوز ولا بديل للفوز. نتكلم بقى باستفاضة شوية. حلمي طولان كان متحمس ونازل قايل للعيبة ما توقفوش جري وما تخافوش من الأهلي، وكانت نتيجة ضغطهم ده الجون العالمي بتاع إسلام محارب اللي أنا بحييه عليه. بس صدق أو لا تصدق، دفاعنا وحارسنا العالمي برضو مشاركين في الجول ده. 100 مرة نتكلم عن موضوع التغطية العكسية. لو بصينا على الجول هنلاقي ان كل مدافع معاه واحد من لعيبة سموحة، الا مين؟ برافو عليكم، الا صبري رحيل. تايه في ملكوت الله، ما هوش واقف مع ولا حد ولا عامل التغطية العكسية صح. عشان كده اسلام محارب كان مستريح تماما وهو بيعمل الدبل كيك، كان بيتمطع وبيعمل الدبل كيك بالتصوير البطيء، وكان تقريبا طالب 2 شاي واحد معسل تفاح، بس الواد بتاع الطلبات اتأخر. ده بالنسبة لصبري. إكرامي بقى تعبنا من الكلام انه بيقف سرحان في الجول ومش مركز، فعلشان ما نرغيش كتير، لو كان واقف مركز في الجول كان هينط في وقت شوط الكورة وكان على الأقل هيلمسها، انما هو واخد التيك اوف بعد الهنا بسنة. بعد جول سموحة ب6 دقايق بالظبط تقريبا كان في كورة كوبي بالكربون شبيهة بالجول اللي جه فينا، عرضية برضو، بس المرة ديت العرضية وصلت لحسام باولو اللي هو هداف الدوري المصري، وعدت من مين؟ من احمد حجازي اللي هو المفترض مدافع مصر الاول، اللي واثق من نفسه زيادة عن اللزوم وفي قدراته اللي محدش يختلف عليها برضو زيادة عن اللزوم. بسبب الثقة الزايدة دي بقى الكرة عدت منه ووصلت لحسام باولو اللي خطفها بالهيد، بس الحمد لله خبطت في العرض. انا عايزكم بس تخيلوا مجرد تخيل كده، الكرة دي دخلت جون والنتيجة بقت 2-0. تخيلتوا؟ بس شكرا، الحمد لله بقى ان هو ما حصلش. علشان كده احب اوجه لحجازي رسالة معينة. بص يا حجازي، الثقة حلوة، الثقة الزيادة حلوة، الثقة الزيادة عن اللزوم مش حلوة. ليه بقى؟ لان في شعراية ما بين الثقة والغرور. يا رب تبقى وصلت. الماتش بعد كده اتحول لجري من الفريقين وكرة رايحة جاية في نص الملعب لغاية لما حلها لنا الأسد مليك إيفونا باستغلال خطأ أحد المدافعين بتوع سموحة ومجهود فردي أكتر من رائع، وأسيست مفيش أسهل من كده لمستر أسيست نفسه علشان الماتش يرجع لنقطة الصفر بالتعادل الإيجابي 1-1 ونخرج بأحسن نتيجة في الشوط الأول وهي التعادل. نبدأ الشوط الثاني بخطأ من نوعية أخطاء الثقة المفرطة برضه، بس المرة دي من رامي ربيعة. كرة زي دي عم رامي ما هيش محتاجة فلسفة، والله ما محتاجة فلسفة، يا إما بتتشتت يا إما بترجع لحارس المرمى. لخبطتك دي بقى كانت هتكلفنا جول تاني ما احناش عايزينه، بس الحمد لله شريف إكرامي كان موفق. أقول تاني، في شعراية ما بين الثقة وبين الغرور. يا رب الرسالة تكون وصلت. مجرى الماتش اتغير 180 درجة
وتقريبا لاعيبة سموحة وقعت بدنيا، مما سهل علينا هجماتنا عليهم. فضلنا نضيع كور كتير ونقع في التسلل اكتر، ومن كتر اجتهاد الاسد مليك ايفونا ربنا كرمه ببلنتي علشان يبقى هو سبب او صانع مكسب الاهلي النهارده، وبالتخصص مستر اسيست يسجل البلنتي بافضل طريقه تسجيل لاي بلنتي، القوه والركنه الصح. استمر الطوفان الاهلاوي في التقدم، وبرضه تاني ضيعنا واتحسب علينا اوفسايد مش اوفسايد اساسا، ومره واحده مؤمن زكريا عمل دخول مفاجئ وجاب الجول الثالث علشان يقضي على امال الزمالك، لا مؤاخذه يقضي على امال سموحه. الجوكر القناص احمد فتحي كان عاوز يزود جراح الزملكاويه، اقصد سموحه، بجول رابع، بس المهدي سليمان شالها. مش بلنتي دي، اصلها من بره. لا بتكسبوا بالتحكيم، دواعي امنيه، بتكسبوا بالدواعي الامنيه، بلا 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 بلا. وبكره يطلعوا لك بالبنه جديده يفضلوا يمضغوها شويه ويقولوا لها كتير علشان هم مش عارفين يردوا عليك في الملعب. لذلك رسالتي للاهلاويه، تجاهلوا الزملكاويه اللي من النوع ده، ما تناقشوهمش في الكوره، بس امان عليك يا شيخ، امان عليكم، ادعي لهم انهم يفضلوا في المركز الثاني اللي هم فيه، لحسن ولاد العم مقربين جامد وعينيهم على المركز الثاني ده. بصراحه نجوم الماتش ده كتير، الجوكر ومستر اسيست والكابيتانو والاسد، بس للامانه اكتر حد يستحقها هو الاسد ايفونا لعب احتياطي اخر 3 ماتشات وما اشتكاش، واول لما لعب النهارده اكل النجيله اكل علشان يثبت نفسه، دفاع وهجوم وما بطلش جري، وعمل جولين احلى من بعض. بصوا، هو ايفونا هو نجم الماتش، انا الاسد اهو هو نجم الماتش. حمانا عالحلوة والمرة معانا. الجمهور
الأهلي ولا في غيره يحركني، دايما معاه والآخر الكون صوته في قلبي مهما يكون. البلد شاب فيه سكان